نحكي اليوم مثلا هنا على توظيف المواقع الاجتماعيه، توظيف المحامل الالكترونيه الى غير ذلك. مدينة صفاقس، المدينة التي انطلق فيها بث أول إذاعة جهوية بالبلاد التونسية سنة 1961، تحتضن اليوم منتدى الإعلام الجهوي والتنمية تحت إشراف منتدى الأكاديمية السياسية، بحضور ثلة من رجال الإعلام الذين تدارسوا وضعية الإعلام والإعلاميين بالجهات. الإعلام الجهوي في وقت الإعلام في وقتنا الحاضر عنده دور كبير، لأنه يحفز العلاقة بين المواطنين من جهة واللي يحكموا سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد المركزي، ثم كيف يحفزوا العلاقة بين المواطنين في حد ذاتهم في المجتمع داخل المجتمع المدني، وكل صفة هو يخلي وأنه توقع الديمقراطية التشاركية اللي نحبوا عليها. استدعينا كيف صحفيين من تطاوين ومن قفصة اللي هم قبلوا الدعوة ومشكورين باش يحكيوا لنا على تجاربهم. والحقيقة أن لما نتكلم عن الوضعية المهنية للصحفيين العاملين بالجهات بالضرورة يقفز إلى الذهن مسألة التشغيل الهش للصحفيين، خاصة من حاملي الشهادات ومن خريجي معهد الصحافة. المشاركون في المنتدى تطرقوا خلال مداخلاتهم إلى الانتشار المحدود لوسائل الإعلام بالجهات نتيجة للتضييق على تواجدها وممارسة عملها على غرار ما واجهته إذاعة الديوان بصفاقس. أنا شخصيا أسف، يعني شديد الأسف إنه الهيكلة ما تتعاملش يعني بالنجاعة الكافية وبالشكل المطلوب فيما يتعلق بوسائل الإعلام الجهوي. احنا اليوم عندنا نقص ديفيسيت فلاغران في وسائل الإعلام. اليوم ما عندناش صحافة محلية. أنا من خلال لا أملك كل المعطيات حول الملف، لكن أملك بعض المعطيات على بعض الملفات مثل إذاعة الديوان اللي أنا شاهدت يعني شخصيا كصحفي، وأرى أنها تستجيب للشروط، خاصة وأنها ما مشيتش للإفهام، قد تبث على الويب واحترمت القانون. لماذا كل هذا التأخير والانتظار في تمكينها من الرخصة؟ يظل الهيكة هي بيدها لازم معنا تحاول تراجع نفسها باش تكون تنظر للمسألة بأفق أخرين، وتكون فما بالخصوص يعني نقاش، خاطر ما نجمش نحلوا حتى شيء إلا بالنقاش بين الهيئة اللي لازم تطور نفسها والصحفيين. هذا وتطرق المنتدى إلى دور الإعلام المحلي في التنمية الجهوية والنهوض بالجهات من خلال طرح عديد التساؤلات حول مدى استجابة الإعلام الجهوي الحالي للاضطلاع بهذا الدور. هل بهذه المنظومة الإعلامية التي تفتقد لكل الكفاءات وكل الإمكانيات في التكوين في وسائل العمل يمكن أن يكون للإعلام دور فاعل في التنمية؟ هل بمنظومة يعني أحيانا تفتقد حتى لحق البث وحق السبق الصحفي يمكن أن يكون للإعلام دور في التأثير في التنمية؟ هل كان للجهات أن تكون مهمشة بهذا القدر لو كان لها إعلام جهوي في مستوى المطلوب؟ عديدة هي التساؤلات المطروحة والباحثة عن موازنة في صلب السلطة الرابعة تخول لها مغادرة المركزية وإشراك الجهات في المشهد الإعلامي ليمثل طريقا نحو إيصال المعلومة وإيجاد التنمية بمختلف جهات الجمهورية. طبيعة التركيبة الاجتماعية والنفسية للمجتمع الأمريكي يغلب عليها الطابع المحلي والمتسبب